لا إله إلا الله محمد ربي السلامة. لا إله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا الخبر العاجل. ننتقل بكم اللحظة إلى قلب الأطلس المتوسط، وتحديدا من إقليم خنيفرة بالمغرب، حيث هزت واقعة مرعبة ساكنة منطقة القباب اليوم. والتقت الكاميرات لحظات تحبس الأنفاس لانهيار صخري ضخم كاد أن يتحول إلى كارثة إنسانية حقيقية. كما تشاهدون في هذه الصور الحصرية، الانهيار وقع من أعلى قمة جبلية تطل على التجمعات السكنية في مركز القباب. الصخرة العملاقة بدأت بالتفكك بشكل مفاجئ، مما أحدث دويا هائلا وغبارا كثيفا غطى سماء المنطقة. تسمعون في الخلفية صراخات الهلع ونداءات من طرف الساكنة الذين راقبوا المشهد برعب، حيث كان الخوف الأكبر هو وصول هذه الصخور الضخمة إلى المنازل القريبة أو الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة بباقي أقاليم الجهة. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا الانهيار يأتي في سياق التغييرات المناخية التي تشهدها المنطقة مؤخرا، من تساقطات مطرية وتذبذب في درجة الحرارة، مما أدى إلى تخلخل التربة وتصدع التشكيلات الصخرية الكلسية التي تميز جبال خنيفرة. هذا الحادث ليس الأول من نوعه في المناطق الجبلية، لكن حجم الصخرة المنهارة هذه المرة كان استثنائيا، مما أثار تساؤلات حول سلامة المساكن المشيدة بالقرب من هذه المرتفعات الخطيرة. فور وقوع الحادث سادت حالة من الاستنفار بين السلطات المحلية والساكنة لتقييم الأضرار، ولحسن الحظ تشير الأنباء الأولية إلى عدم تسجيل خسائر في الأرواح، مع وجود أضرار مادية طفيفة وحالة من الرعب في صفوف الأطفال والنساء. وتطالب الساكنة الآن بضرورة تدخل اللجان التقنية لتقييم ثبات القمم الصخرية الأخرى لتفادي أي فواجع مستقبلية. سنوافيكم بأي مستجدات فور ورودها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم آخر الأخبار العاجلة. حفظ الله الجميع وإلى اللقاء.